أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. ذكرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعادية للجزائر بعض الأخبار الكاذبة مفادها أن الاتحاد التونسي لكرة القدم استفسر الفيفا عن إمكانية انسحابه من مونديال قطر وتعويضه بالجزائر. مثل هذه الأخبار لا يصدقها العقل، نشرتها صفحة مغربية على يوتيوب. وسبب هذا الأمر يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سبق له وأن وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى تونس بعدما خلط السياسة بالرياضة، وطلب منه إرسال تقرير عن الوضع الذي تعيشه كرة القدم. ويتواجد نسور قرطاج في المجموعة الرابعة التي تضم حامل لقب فرنسا وأستراليا والدنمارك. واستغلت الصفحات المغربية هذا الأمر للترويج لإهانة الجزائر.